السلام عليكم. نعمة العلم. العلم نور بيصحي القلب قبل العيد، بيخليك تفرق بين الحق والباطل، بين الإسلام دين الله عز وجل وبين أي شريعة أخرى، وبتعرف سكة الرضا من سكة الهوى والنفس. وعشان تشكر نعمة ربنا إنك تطلب العلم من مصدر موثوق وتتواضع له مهما زاد علمك، وتحاول تترجم العلم ده لسلوك، ما يبقاش كلام في الهوى. خلي ليك ورد ثابت من القرآن كقراءة، وحديث صحيح تقراه، وكلام أهل العلم المعتبرين، واسأل وتدون. ويا صاحبي مفيش حاجة اسمها إنك تتكسف من كلمة مش عارف. الورع إنك تقول مش عارف وتسأل، والورع يا صاحبي إنك تبعد عن الجدال العقيم اللي يكبر الأنا ويصغر الحق، وما تفتيش من غير بينة. حاول إن أنت أي فتوى هتجيلك اسأل وبين، ومفيش مشكلة إنك تقول أنا غلطت في دي وبحاول أتعلم. ده شيء كويس جدا. علم نفسك يا صاحبي أدب الطلب، إنك تصبر عشان تتعلم وتحترم اللي بيديك العلم ده، ويكون عندك نية صالحة إن الهدف إنك تتقرب لربنا وتصلح نفسك أولا وتصلح الآخرين. ومع كل معلومة جديدة يا صاحبي اسأل الله عز وجل أن يجعل ليها وتظهر في عملك وفي لسانك وفي علاقتك بأهلك وبجيرانك. العلم يا صاحبي يعيش لما أنت تبنيه في كل شيء أنت بتعيشه. العمل والعلم يظهر في شغلك، يظهر في صدقك مع الله عز وجل في الصلاة، يظهر في الأصداء في الأذكار، يظهر كمان عند الصدق عند البيع، يظهر كمان عند ستر العيوب، يظهر كمان عند الرحمة في النصيحة، يظهر كلام في عدم الغيمة، يظهر العلم والأدب. العلم اللي انت تعلمته كمان بيظهر فيه انك تحاول تحمي نفسك من القيل والقال. وتختم يومك دايما يا صاحبي بمحاسبة، تسأل نفسك هل اللي اتعلمته النهاردة ده ينفع أم يضر؟ هل العلم اللي أنا علمته النهاردة ده أو اللي أنا قدمته في شيء صح ولا في شيء غلط؟ وأبدأ أصحح من نفسي. ودايما يا صاحبي ما تنساش دايما إنك تسأل الله عز وجل أن يعلمك علم نافع وينفعك بما علمك. تمام؟ وربنا يبعد عنا يا رب العلم بالجهل، وربنا يرجعنا دايما من أهل العلم، ومن من يحبون أهل العلم، وممن يتعلمون ليعلموا الناس، وممن يتعلمون لينصحوا الناس، وممن يقدمون العلم لله أولا وأخيرا. وفي الآخر لا تنسى يا صاحبي أن تحمد الله عز وجل على نعمة العلم، أن جعلك من المعلمين والمتعلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.